ما تتعرض له غزة من 131 يوما من حرب إبادة مع طائفة من المؤمنين يقاتلون هذا العدو المجرم بتواطؤ غربي أمريكي صهيوني عربي وبعض الدول الإسلامية وكثير من الدول العربية. الحراك ليس بالمستوى المطلوب ولا بمستوى المعركة القائمة. المعركة القائمة ليست بين فئة في غزة واليهود فقط، لا، المعركة هي معركة وجود بالنسبة لهذه الأمة الإسلامية أو بالنسبة لليهود والأمريكان وأوروبا ومشروعهم في المنطقة اللي هي صفقة القرن التي كانوا يعدوا لها منذ 10 سنوات. إلى الآن ما زالت لا يوجد هناك أي أفق لهذه الحرب، والعدو لا يوجد عنده أي خطة سوى الدمار والمدنيين والحصار المطبق عليهم بمساعدة الأنظمة العربية مثل مصر والأردن وغيرها. وفي المقابل ما تقدمه الدول العربية الأردن والسعودية والإمارات من خط إدخال مواد غذائية واحتياجات بعد أن تعطل مشروع البحر الأحمر، وأيضا فتح المطارات، تحرك الطيران الإسرائيلي عبر الأردن ودول غيرها لقصف أهلنا في غزة، وأيضا أي عمليات من الخارج أو إطلاق من الخارج تتصدى له المضادات الصواريخ من هذه الدول العربية التي ذكرتها. أولا وضع المقاومة بفضل الله عز وجل والمجاهدين في فلسطين ما زالت القيادة والسيطرة بيد إخواننا، والعدو يتخبط بين شمال غزة ورفح وخان يونس، يحاول أن يحقق ولو نصر وهمي، ومثل موضوع الأسيرين الذين كانوا عند عائلة أصلا في غزة ولم يكونوا عند المقاومة، وتم باتفاق صفقة، يعني دفعوا 2 مليون دولار من أجل أن يسلموهم هؤلاء الأسرى الموجودين عبر وسيط من بريطانيا، وأظهروا كأنهم حققوا نصر عظيم. المقاومة ما زالت بخير، والمجاهدين بفضل الله عز وجل ما زالوا بخير، وأيديهم ما زالت على الزناد، وهذا تحقيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. قالوا: أين يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذا الحديث ينطبق على ما يفعله إخواننا المجاهدون في غزة. وأيضا قول الله عز وجل: الفوز تحقق وبقي النصر بإذن الله، أن نعلن النصر وتحرير المسجد الأقصى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذن هناك فوز وهناك نصر. الفوز شروطه تحققت: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقد تحقق هذا في إخواننا المجاهدين في غزة، هم وعائلاتهم وأهلهم وبيوتهم وأرضهم، وهذا هو الفوز العظيم الذي وصفه الله عز وجل. والأخرى قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وإن شاء الله النصر يكون قريب والفتح قريب. الآن لا أحد يستطيع أن يحدد
متى تنتهي هذه المعركة إلا بالموافقة على شروط المقاومة، وشرطها الأول إيقاف الحرب والانسحاب وإعادة الإعمار، والشروط التي ذكرتها المقاومة كمرحلة أولى. إيقاف الحرب من طرف العدو يعني هذا بالنسبة له استسلام، نحن نعلم هذا، ولذلك وافقت المقاومة بضمانات دولية، تركيا وروسيا وقطر ومصر وأمريكا والأمم المتحدة، أن تكون على مراحل. أولا على مسار الأمة مطلوب منها أن لا تتوقف، بل على العكس تضاعف من جهودها الآن، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، الشهر الفضيل، شهر الانتصارات الذي لم تهزم الأمة قط في رمضان، والعدو خائف من هذا، هو لا يريد للمعركة أن تصل إلى شهر رمضان. مطلوب حراك على كل المستويات، على المستوى الشعبي، على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى القضائي، على المستوى المالي، نصرة لأهلنا في غزة ومحاولة كسر الحصار على إخواننا بالذهاب إلى معبر رفح. وهذا دور يجب أن يكون للعلماء فيه حراك أكبر من ذلك بكثير، لا نكتفي بالكلام أو ننتظر من الدول أن تسمح لنا، يجب أن نكسر هذا الحصار سواء عبر تسيير سفن مثل ما حصل في مافي مرمرة، بغض النظر سواء أخذت ترخيص من تلك الدول أم لم تأخذ، وأن يتحرك عدد من العلماء باتجاه مصر لفتح معبر رفح ومساندة إخواننا هناك. وعلى المستوى أحرار العالم هم أيضا لهم جهد طيب، ولكن أيضا يجب أن يكون للمسلمين دور في مساندة هؤلاء. ولا شك أن هناك بعض المسلمين هم من يعني يحركوا الشارع الغربي، والجميع يكون له دور في هذه المعركة، لأن هذه هي معركة وجود بالنسبة لهذه الأمة الإسلامية كاملة. ودور الدول التي يعني ما زال دون المستوى المطلوب جدا، وأنا أتكلم عن الدول المناصرة للقضية الفلسطينية وليست الدول المتآمرة أو المتخاذلة، الدول التي نظن فيها خيرا أن يكون سقفها أعلى من ذلك، لأن هذا الأمر لن يقتصر على غزة وحدها، بل سيطال الجميع لا سمح الله لو حصل أي شيء في هذا المشروع الجهادي. ونحن نطمئن الأمة أن هذا المشروع لن يكسر، لأن هذا وعد الله عز وجل، لأنه يقول الله عز وجل لعدوهم قاهرين، سيبقوا قاهرين لهذا العدو حتى يأتي أمر الله، وأمر الله قادم إن شاء الله، والنصر صبر ساعة. وندعو لإخواننا في غزة ونجتهد بقيام الليل والدعاء لهم، ويتبع ذلك العمل على الأرض بما نستطيع بكل الوسائل بما فيها الوسائل العسكرية. دور المؤسسات سواء الإغاثية أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات السياسية. المؤسسات الإغاثية، غزة تحتاج إلى كل شيء الآن لنصرتها، تحتاج إلى غذاء ودواء وطعام وبيوت وخيام، ما يعني مهما قلنا يبقى قليل، ومهما قدمنا لإخواننا يبقى قليل. نحن من نحتاج إلى غزة، وليست غزة من تحتاج إلينا، حتى لا نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. غزة بفضل الله عز وجل هي غنية بصمودها، بشموخها، بعزتها، بكرامتها، لكن ما دورنا نحن في هذه المعركة؟ لنا دور كبير جدا أن نتجاوز الحدود ونتجاوز القطرية ونتجاوز هذه الأنظمة والدول الغربية التي لا تفتأ أن تعلن دعمها. لماذا نحن على استحياء نقدم هذا الأمر؟ نحن أمة قوية إذا أردنا ذلك. غزة كانت تعلم ما الذي ينتظرها عندما خاضت هذه المعركة مع هذا العدو
الشرس. تعلم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك مطلوب من الأمة أن تقدم أبنائها وأرواحها ومالها ووقتها لهذه المعركة، لأن هذه المعركة لها ما بعدها بإذن الله عز وجل، والنصر والتمكين فيه لهذه الأمة. والساعة قد اقتربت بإذن الله عز وجل، ساعة النصر التي ننتظرها ونحب أن نراها بأعيننا نحن في رمضان هذا القريب بإذن الله عز وجل.